اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه النهارده؟ معانا سمك روسي او سمك مكاريل. طبعا زي ما الناس بتيجي في شم النسيم، في عيد الربيع، في عيد اخواتنا المسيحيين بتعمل فسيخ رنجة. في ناس برضو بتحب ان هي تاكل سمك، مش بتميل للفسيخ ولا الرنجة. فاحنا بالمناسبة ديت هنعمل لهم النهاردة سمك مكاريلي كده. تعالوا نشوف الطريقة اللي احنا هنعملها بيها. دوت اسمه سمك روسي او سمك مكاريلي او سمك سرجيني. هنعمل النهاردة سمك سنجاري اهوت. هننضفه كده الاول وبعدين نروح جايين. اهم حاجة ان احنا بنشيل الزيادات اللي فيه كده اهوت، بنقصقصها الاول وبنشيل الراس بتاعه كده، وبعدين نروح جايين ايه، نفتحه وننضفه بطريقة جميلة خالص. بس اهم حاجة السمك بتاعنا بسم الله ما شاء الله كان كبير كده وحلو، فهننضفه كله بالطريقة ديت. وبعدين بعد ما بننضفه بنروح جايين نقعينه في مية وملح اهو. اتنضف معانا كده بالطريقة الجميلة دي. بغير له المية وبجيب له مية نضيفة اهو معايا زي الفل. حطيت ملح، حطيت جنزبيل، حطيت ليمون، حطيت ايه قرنفل. ماشي، دي كل الايه المكونات اللي بحطها على السمك واحنا بننقعه عشان نتخلص من الزفارة كلها كده بالشكل القمر ده. ورحنا جايين يا جماعة حاطين كده ايه على الحاجات ديت ونركنه بقى ايه ساعة ساعتين بالمحلول الملحي بتاعه كده ونسيبه. خلاص هنرجع كده بعد الساعتين دوت. كانت معلقة الجنزبيل البودرة اللي قلتلكوا عليها، وحطيت بقى القرنفل، وحطيت ايه الليمون والملح. مش بحط خل خالص عشان طبعا انتوا عارفين الخل بيثبت الزفارة في السمك. خلاص كده بننقعه بقى ايه لمدة ساعتين تلاتة المتاح عندك. واهم حاجة اروح جايبة بقى الخضار بتاعنا. الخضار بتاعه عبارة عن ايه؟ توم، فلفل، ليمون، طماطم، بصل. ماشي، ونروح جايبين الكبة. حطينا دلوقتي التوم اهوت بالشكل القمر ده. ونروح جايبين الجزر بتاعنا ونروح مقطعينه كده اهو. مش بفرق، انا كله بينضرب معايا في الكبة. حطيت الجزر كمان اهوت يا جماعة كده. ماشي، كنت غسلاه كمان ورحت ايه حاطاه. وادي الفلفل معايا كده، رحت برضو مقطعه الفلفل بتاعي ورحت حطاه بالشكل الجميل دوت. ومعايا بصل اخضر بشيله برضو بغسله البصل الاخضر واروح نازله بيه في قلب الكبه بالشكل الجميل ده اهوت. ماشي، وروح جايبين حزمه من البقدونس ونروح مخرطينها ونازلين بيها. يبقى انا نزلت بتوم وبصل وحطيت فلفل وحطيت جزر وحطيت بصل اخضر، او عندك بصل ناشف عادي حطيه، بس انا يعني حبيت ان انا احط بصل اخضر كده، بحب اقف مع السمك. ورحت جايه حاطه كمان قرنين من الفلفل الاحمر كده اهوت عشان يدي ايه للسمك لون. ورحت بقى على البوتاجاز حطيت الطاسه بتاعتي كده، حطيت فيها قيمه يعني نص كوبايه زيت، ورحت حاطه كمان معلقتين من ايه من الخل مع الزيت كده. خلاص بدأ يسخن معايا كده وحسيت ان هو خلاص يعني بدأ ان هو يسخن معايا اهو. واروح نازله بالتتبيله الجميله اللي احنا ايه عملناها قدامكم في الكب اهي. الخضار كله رحت نازله عليه في قلب الطاسه كده اهو بالشكل الجميل ده. بجيب بقى التوابل بتاعتي وبعدين بفرم كمان طماطمايه. بس بعد ما اقلب الخضار كله كده مع الزيت ومع الخل اهوت، بروح جايبه الخضار بتاعي. اجيب بقى الاول بابريكا، وبروح جايبه معلقه قرفه، وبحط بهارات سمك من عند العطار. وبروح جايه حاطه ايه، واروح جايه حاطه الطماطم اللي انا بشرتها مع معلقه كمون كبيره، واروح جايه حطها كده ايه في قلب الطاسه. خلاص اسيبها اوطي عليها النار واسيبها بقى ايه تتسبك كده مع نفسها لغايه ما ينشف اي سوائل فيها، الميه اللي فيها تنشف. بس برضو مش بخليها ان هي تنشف قوي، يعني بوطي عليها النار كده وهوريكم القوام بتاعها اللي انا عايزاه. اهي وصلت للقوام كده. كنت نسيت معلقه الكمون، حطيت معلقه كمون كبيره كده ورحنا ايه حطينا، وحطيت الملح الابيض. وخلاص كده انا كده هطفي عليها. خلاص هو ده القوام اللي انا عايزاه. ان انت لما تمسكي الطاسه كده وتلاقيها ايه من النص كده بقت بيضه، تعرفي ان القوام بتاعك ايه خلاص كده مش فيها ميه من تحت.
وبتمسكي السمك تفتحيه وتحطيه في صينيه كده، بس اهم حاجه بتدهني الصينيه دي من تحت زيت، وتروحي جايه حاطه الخضار اللي احنا عملناه كله كده في قلب ايه، في قلب السمكه كده، ونروح جايين فردينها بمعلقه بفرشه. بس افضل ان انت تحطيها بمعلقه عشان تقدر ان انت ايه تملي السمكيه كويس، وتحافظي يعني ايه عليها ان هي تكون مليانه الخضار بتاعنا كده. بس اهم حاجه حطيه على النار، عشان انتوا عارفين السمك بتاعنا دوت ما بياخدش سوا. تقدري ان انت تكوني تضمني ان الخضار بتاعك خلاص استوى وبقى ايه جميل جميل جميل. اهوت يا جماعه، نفرده كده في قلب الطاسه اهو، في قلب الصينيه كده، ونروح حاطين عليه الخضار بالشكل الجميل دوت اهو. كانت ريحته مش قادره اقول لكم ريحته كانت عامله ازاي. ودلوقتي خلصته كده، بجيب بقى شرايح من الطماطم، شرايح من البصل، شرايح من الليمون، واروح جايه حطاهم كده، وحبه برضو من البقدونس، واروح جايه حطاهم على وش السمك بالشكل الجميل دوت. ونروح جايين مولعين الفرن على درجه حراره 160 في الرف الاوسط، ونروح جايين حاطينها يا دوبك احس ان هو خلاص استوى من تحت، ما تنشفيش عليه عشان ايه ما ينشفش، وتروحي فاتحه له الشوايه من فوق ياخد لون، والف انا وشفا، وبيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. انتوا شايفين شكله عامل ازاي قبل ما يخش الفرن؟ شكله بصوا يبهر يبهر والله. شوفوا بقى لما طلع من الفرن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. ريحته كانت قلب الدنيا صراحه، كان طعمه وشكله جميل خالص. شايفين مش ناشف؟ بصوا السمكيه معايا طريه وجميله. بصوا يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مش تنسوا لي احلى لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم